شغله مش هيقعد بقى يحرس امه، انما ولفوا على السيجارتين. يعني من المفترض الحاجه صباح دي جدته سته. جاب صاحبه محمد وقال له بقول لك ايه، في مصلحه ملاش حل. ست في صباح لابسه دهب وكبيره في السن انا بتكلم على واحد بيجيب صاحبه وبيقول له تعالى نموت ستي باللغه العاميه. دخل البيت لقى والدته لا حول لها ولا قوه متبهدله. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. الشر ما بيجيش غير من أقرب الناس إلينا، واحذر من عدوك مرة واحذر من حبيبك 1000 مرة. وأنا قلت أكتر من مرة يا جماعة، بالنسبة لأولياء الأمور اللي ليه أم كبيرة في السن، أبوه كبير في السن، والدتك والدك، يا جماعة ما ننفعش نسيبهم يعيشوا لوحديهم. احنا بقينا في زمن أخبر، الأيام بتاعت ربنا هي إنما البشر غلبت الشياطين. لما يكون لي اب وام مسنين، لا اجيبهم يقعدوا معايا، لا اما اروح اقعد معاهم، لا اما اقعد معاهم اي حد، انما نسيبهم لوحديهم دول بيبقوا مطمع لاي حد ناقص دين وما عندوش رحمه. تعالوا بقى نشوف قضيه اليوم ونشوف كيف تم التخلص من الحاجه صباح، ومين بالفعل اللي خلص عليها. هل بالفعل اللي خلص عليها في صله قرابه بينه وبينها؟ تعالوا نشوف التفاصيل بتقول ايه. القضية ده حصلت في محافظة القاهرة، بالتحديد الزيتون. الحاجة صباح ست مسنة عندها 63 سنة، ولادها كلهم اتجوزوا، كل واحد قاعد بمراته وعياله، إلا شاب واحد فقط لا غير، ده اللي قاعد معاها، ولكن بحكم شغله بيغيب عن البيت حوالي 16 ساعة. شغله مش هيقعد بقى يحرس أمه، خلاص الراجل بيطلع يروح شغله وبيسيب والدته ويجي اخر الليل يجيب لها العشاء يقضي لها مصالحها. يعني كان بر بالفعل بوالدته جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناته. هنا في طفلين طبقا للقانون، طفلين من وجهة نظرنا احنا كعادات وتقاليد وعرف، دول عمرهم ما يكونوا اطفال، بل شياطين، بل مسؤولين عن الجرم اللي ارتكبوا ده. احمد عنده 15 سنة ومحمد عنده 14 سنة. الاتنين دول بيشربوا مخدرات بتوع ستروكس حشاشين، ودول اطفال، احنا بنقول عليهم اطفال 15 و14 سنه اطفال، انما ولفوا على السيجارتين. فانا قلت قبل كده الانسان اللي متعود ان يشرب سيجارتين لما يجي في وقت ما يلاقيش الفلوس اللي يجيب بيها السيجارتين، نتوقع منه كل شيء. فهنا طبعا اللي حصل بكل بساطه، الجماعه قعدوا يفكروا الاثنين مع بعضهم، احمد ومحمد. على فكره احمد ده يبقى حفيد شقيقه الحاجه صباح، انتوا فاهميني؟ احمد ده اللي خطط وفكر ودبر وجاب صاحبه، يبقى حفيد شقيقة حفيد اخت الحاجة صباح، يعني هي جدته. يعني من المفترض الحاجة صباح دي جدته سته. جاب صاحبه محمد وقال له بقول لك ايه، في مصلحة ملاش حل. ست في صباح لابسه دهب وكبيره في السن والدنيا معاها 100 وكده كده ابنها بيروح الشغل وبتبقى لوحدها بالليل، اما رايك نخلعها الدهب اللي لابساه ونطلع بقرشين منها. انا بتكلم على واحد بيجيب صاحبه وبيقول له تعالى نموت ستي باللغه العاميه. فالولد عشان برضه واجع من الدور 19 ومفيش وعايز سيجارتين، قال له خلاص ماشي. عقدوا العزم الطفلين ودخلوا بالفعل، اتسللوا ودخلوا البيت بعد ما اتاكدوا ان ابنها خرج راح الشغل، وكان معاهم قطعه من القماش بللوها بالميه، وبالفعل دخلوا على الست، نجحوا ان هم يخنقوها وكتموا انفاسها، وبالفعل ما سابوهاش غير لما اتاكدوا انها خلصت. بعد كده جلعوها الذهب اللي في ودانها وفي ايديها، وقلبوا فيه محتويات الشقه او بعصروا محتويات الشقه، وطلعوا مبلغ وقدره كان حوالي 3000 جنيه خدوها، وكده الدنيا بتاعتهم بقت 100 100. احمد ومحمد طلعوا باعوا جزء من الذهب ومعاهم الفلوس والدنيا 100 100. طبعا الابن جه من الشغل دخل البيت لقى والدته لا حول لها ولا قوه متبهدله، لقى حواليه رقبتها زرقان، لقى محتويات الشقه كلها مبعصره. فاتوجه بالفور لقسم الشرطه حر المحضر، وقال انا رحت الشغل وكنت سايب والدتي سليمه، جيت لقيت والدتي مرميه على الارض وشكل حد قتلها. طبعا اتحركت قوه امنيه من رجال الشرطه على رئاستهم السيد رئيس المباحث لمحل الواقعه، وبالفعل تبين ان في شبهه جنائيه في وفاه الحاج صباح. عن طريق تفريغ الكاميرات اللي في المنطقه وكفاءه رجل الشرطه اللي دايما بنشيد بيها من خلال هذا البرنامج، تم الوصول الى احمد بطريق الخناقه اللي اعترف على محمد،
والطفلين اعترفوا اعترافات تفصيلية، والنيابة مرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. ده اسمه قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، يعني طبقا للقانون عقوبته الإعدام، ولكن للأسف بالنسبة لأحمد ومحمد مش هيتعدموا لأنهم حدث أقل من 18 سنة، فهم أطفال غير مسؤولين عن تصرفاتهم. وده الشيء اللي احنا بنناشد بيه البرلمان وبنناشد بيه السادة المسؤولين. يا جماعة لابد إن احنا ننظر بالفعل لقانون الطفل. طفل زمان غير طفل النهاردة، لابد إنه يتغير، لأن بالفعل ده بيشجع الشباب أو الأطفال طبقا للقانون إنها ترتكب الجرم ده، مقابل إنه عارف نهايته هتكون إيه 5 7 10 سنين في الأحداث، ويطلع يعيش حياته بكل بساطة بكل سهولة وما خسرش أي شيء بالنسبة له، بل جوه هياكل ويشرب ويصرف والدنيا بتاعته تبقى عنب، غير بره هو مش لاقي اللقمة أو مش لاقي السيجارة يجيبها. يا ريت يا جماعة نتعلم من قضية النهاردة. وأخيرا بعرض القضايا اللي زي كده هدف الأول والأخير منها هي التوعية والتعلم من أخطاء الغير، وأشوف وشكم بخير وإلى اللقاء.